هاد السيد ما كتعرفوش، ما عمرها شافته حتى لذاك النهار اللي وقعت فيه الواقعة. خليكم معايا اليوم غندير واحد التحليل بعضياتنا لواحد الفيديوهات وغنسمعوا شي حوايج كنشوفوهم ولكن ما كنقدروش نسكتوا عليهم. ميمكنناش نسكتوا على الظلم. انا كنت حالفه على هاد المواضيع ما نبقاش نتلاحى عليهم. هاد المواضيع كنت حالفه ما نوليش نهضر عليهم من ايام كورونا. انا من ايام جريدات عبر كنت حالفه هاد المواضيع هذه ما نوليش ندخل في مشاكل اجتماعيه لان كتاثر عليا نفسانيا. ولكن عرفتوا شنو اللي خلاني نولي نهضر؟ واخا انا كنعرف هاد المواضيع كيقدروا بعض المرات يتسبوا لي في مشاكل، ولكن ما نقدرش نسكت على الظلم. ما نقدرش نشوف شي حوايج كنشوفهم بعينيا لان هذيك راها مرأة وانا مرأة. الا سكت بحال لي انا مثلا كنشوف هذا الظلم وساكته، واخا المنطق ديالي والعقل ديالي تيقول لي حاجه اخرى. خلي دابا بعيدا عن العاطفه، هذيك راها مرأة ما يمكنليش ما غنهضرش. وهادشي راه يقدر يوقع غدا من غدا. هادشي الا تمادى وبقينا كنسكتوا عليه غدا غيقدر يوقع لبنتي، يقدر الله يسر، يقدر يوقع لبناتكم، يقدر يوقع ليا، يقدر يوقع عليك، يقدر يوقع لاختك لامك. هادشي راه ما يمكنناش نسكتوا عليه. ولكن اليوم بعيد عني العاطفه. البارح درت الفيديو على خديجه، العاطفه غلبتني، ولكن اليوم غنهضر بدون عاطفه، غنهضروا بالمنطق. احنا ماشي ضد القضاء المغربي، حاشا وكلا واش ما عندنا شك في القضاء المغربي، ولكن راه شي حوايج راه المنطق ما كيبغيش يفسرهم. الملابسات ديال القضيه كما شفناهم، ان كانت واحد السهره ديال واحد البنت مع كوامانجي مع الصاحبه ديالها، مشاو لواحد الفيرما. هادشي راه جاري به العمل. حنا ما نهضروش دابا في الاعراض ولا غنهضروا غلط انها دارت هادشي راه حنا عارفينه غلط. ولكن هي كانت في حالة سكر، هو كان في حالة سكر، واللي معاها كانوا في حالة سكر ياكو. فرضوا سيدي هاد السكر اللي راهم هما كانوا فيه كاع نقولوا كانوا مثلا شاربين كاع بلا ما نقول الاسم ديالها. مع السكر راه كتعطي بزاف ديال الحوايج خايبين. في نظركم هاد السيده بغات تبلع على هاد الراجل ياكو؟ كما شفنا ان الحكم ديال القاضي ان الحكم ديال البراءه شهرين فقط، حيت عطاها سقلا هذاك السيد اللي كانت مقصره معاه. السيد قالوا بان هي دارت داكشي لوجهها. دابا بالعقل نتوما غير حلوا معايا، حنا دابا نديروا تحليل بعضياتنا. حنا ما تنتهموا حتى شي واحد وما تنوجهوا الاصابع الاتهام حتى شي واحد، وما كنقولوش ان القاضي مثلا ظالم ولا حتى شي حاجه، لان القاضي سي نورمال غيحكم بالادله، الدليل ما كاينش. هاد السيده قالوا بان بغات تبلع عليه. واش بنادم مثلا غيبغي يتبلع على شي واحد غيضرب وجهه؟ كاين الكرش، كاين اليد، كاين الفخاض، الوجه في جهه ومن جهه. والمراه شنو هي اكثر حاجه عندها مهمه؟ هي وجهها. من السابع المستحيل انه مهما واخا تكون مثلا الغايه ديالها ماديه كبيره ما كنظنش انها غتلاح على وجهها، لان فلوس الدنيا ما غتعوضهاش على الوجه ديالها. هذه من ناحيه المنطق. تسرب واحد الاوديو ديال الصديقه ديالها كتقول بان هي اللي دارت داكشي للوجه ديالها ياكو. هذيك الصديقه ديالها هي اللي قالت هادشي باوديو. داك الاوديو انا ما غنحطوش لكم، راه كاين في السوشيال ميديا، لان ما يمكنليش نحط تسجيلات ديال الناس اخرين. ولكن كاين واحد التصريحات وفي جرائد كتقول الصديقه ديالها بانها كانت تحت تهديد ياكو. حتى لهنا حنا متفقين. انا بغيت حاجه وحده، الشهاده ما غنديش انا على الشهاده ديال الصديقه ديالها، لان الصديقه ديالها قالت بانها ما كانتش معاها في ديك اللحظه. ديك اللحظه كان معاها الكوامانجي. الكوامانجي باقي مصر في الشهاده ديالو بانه السيد ضربها. ديك الشيء داز في دقيقه، ولكن اكثر واحد كان معاها في نفس الغرفه واللي كان حاضر على الواقعه هو الكوامانجي. قالوا بان الشخص اللي ضربها جاب واحد الشاهد اخر اللي هو السارح. السارح هي كتقول بان ما كانش. الكوامانجي كيقول لك بان داك السارح ما كانش، مشى يشري لهم مثلا الشراب ويرجع. واش غنديو على الشهاده ديال السارح؟ دابا السؤال موجه مثلا علاش تبنى هاد الحكم هذا؟ واش على الشهاده ديال السارح اللي ما كانش؟ واش على داك الاوديو المسرب؟
لي دابا عرفتو هادشي قسما بالله العظيم المنطق تيقول حاجه اخرى. غنسمعوا مع بعضياتنا التصريح ديال كوامنجي، ومن بعد غنسمعوا التصريح ديال الصديقه ديالها وغنرجعوا. الناس اللي بغيت نرد عليهم انا غنقول لكم راه نتوما غالطين بزاف في واحد المساله. دابا خذوني على قد عقلي، هاد السيد ما كتعرفوش، ما عمرها شافتو، سير داك النهار اللي وقعت فيه الواقعه. علاش هي بالضبط زعما حطتها عليه؟ علاش ما حطتش عليا انا؟ علاش ما كان داك السيد ما كانش قبل ما يحضر في هذيك الواقعه؟ علاش ما قالش هذاك السيد؟ علاش ما حطش على مول الموتور اللي جدها؟ مشات غير هاد السيد هاد يوسف اللي هي اللي حطت عليه. علاش زعما؟ هذا هو الخو كينوض يهضر كيقول شي هضره بحال اللي زعما راه كان حاضر. انا غنشد في هاد السيد زور غنقول لا راه هو اللي ضربها وراه واش باينه فيه هاد الشيء هذا؟ راه ما باينش فيا، راه ما يمكنش، لا يمكن. حيطوا لي في التليفون شوفي غادي تقولي قال لها هي ضربت راسها. حيت انا قوي عليا التليفونات كل مره كتصوني ليا نمره كيهضروا معايا قولي بلا لا ضربت وجهها، قولي بلا انا وليت خايفه على راسي، انا وليت خايفه على راسي. شو هي مسكينه داروا ليها؟ انا وليت خايفه على راسي. عندي 3 ديال البنات، 3. قالت لي شاده التليفون قالت لي شوفي نقول لك 2 كلمات. لا شنو هما اختي؟ قالت لي غادي تهضري دابا وغادي تقولي بالله راه هي اللي ضربت وجهها. قلت لها وعلاش؟ المهم انايا مصدومه كنترعد قلت لها صافي هي اللي ضربت وجهها، هي اللي ضربت وجهها اختي، هي اللي ضربت وجهها. صافي اختي انا كنت نبكي تنغوت، انا مزوقه في اختي هي اللي ضربت وجهها. انا عارفه. شوف راه مستحيل انسانه اي امراه اي بنت تضرب وجهها، راه مستحيل، راه ما كايناش هادي في شي بلاصه. هو تينكر، هو ناكر قال لك لا انا ما ضربتهاش، ما بغاش يعترف بس. من بعد ما سمعتوا هادشي كامل، حنا عندنا كامل الثقه في القضاء ومازال كننتظروا محكمه الاستئناف، وكنتمناو ان تكون الخبره الطبيه حتى هي راها مهمه، وكذلك عندنا الثقه في المحامي زهراج لان كنعرفوه تبارك الله كفء بحال هاد القضايا هادو تيكون كفء ليهم. وكنتمنى العداله الالهيه تكون حاضره، لان انا مثلا المنطق ديالي قال لي حاجه اخرى، كنتمنى القاضي حتى هو يشوف بالمنطق، ما يشوفش غير مثلا الادله ما ثبتاش. كاين بزاف الحوايج اللي هي مثلا الشهاده ديال الكوامنجي، الشهاده ديال الصديقه ديالها، واخا الصديقه ديالها ما غنديوش على الشهاده ديالها لان كانت شهاده ماشي ثابته، ولكن الشهاده ديال الكوامنجي اللي كان حاضر في الواقعه. كيفاش غنجيب انا سارح وغندي على الشهاده ديالو هو ما كانش حاضر؟ ما عرفت، ما غنكونش اكثر من القاضي فاهمه، ولكن انا غنخلي الراي ديالي ليا، ولكن غنبغي الراي ديالكم في التعاليق. الله يجازيكم بالخير، نتوما غير بالمنطق حلوا معايا هاد القضيه هادي. واش المراه تقدر تضرب وجهها اللي هو اغلى حاجه مثلا؟ علاش؟ وراجل ما كتعرفها ما كيعرفها، ما هو صاحبها، ما هي مدوزه معاه، ما هي بغات تنتقم منه، شنو هو الدافع مثلا يخليها تضرب وجهها؟ حلوا معايا، حنا هي كنحلوا دابا، حنا ما كنحكموا على حتى شي واحد. عرفت، حسبوني انا حمقى يمكن وكنفكر هكا. نتوما شنو رايكم؟ الا تقتوا نتوما راه حتى انا تقت بانها راه ضربات وجهها. شكرا.